اما بيكون في فرق سن كبير شويه او ملحوظ كده، بيبقى للزواج نوعين من التحديات. التحدي الاول هو تحدي اجتماعي، يعني نظره قرايبكم، صحابكم، اهلك، ولادها، ولادك. ده بيبقى تحدي مش بسيط. والتحدي التاني بيبقى تحدي صحي. يعني ايه؟ يعني الشخص ده لازم يخلي عمره البيولوجي طول الوقت صغير. ايه هو العمر البيولوجي؟ ان واحد مثلا عنده 20 سنة بس قلب واحد عنده 50 سنة، عضلة قلبه ضعيفة من الاسترس، يعني من ايا كان اللي هو بيعمله، من الضغط. كذلك واحد عنده 50 سنة مهتم بنفسه جدا وبصحته وبأكله، ممكن قلبه يبقى قلب واحد عنده 30 سنة، وهكذا. فلازم دايما الطرف الأكبر يسعى إلى أن عمره البيولوجي يبقى دايما مناسب للزوج. طيب، وخاصة لو ست، يعني تروح الجيم، تهتم بأكلها، تهتم بصحتها، تشيك اب طول الوقت. هي بقى ممكن يكون حاجتين: ممكن تكون مستصعبة التحديات دي، او الطاقة اللي جواها والحب اللي جواها مش مخليها تفكر انها اصلا تخش في هذه التحديات. يعني هي ممكن تكون التحديات دي صعبة، بس الشخص من كتر حبه ممكن يتغاضى عنها او يقول لا، انا هتعب عشانه، زي ما انت عامل كده. ما هو برضه اكيد الموضوع بالنسبة لك مش سهل. طيب، في كلتا الحالتين انت ما ينفعش تعرض الامر اكتر من مرة، خلاص. لانك لو عرضته اكتر من مره هيتحول على مستوى عقلها الباطن الى ان انت فيك عيب، او ان رايها صح. العقل الباطن بتاعنا عنيد شويتين، فانت لازم تسحب نفسك. لو هي بتحبك بجد هتلاقي الطاقه اللي تخليها تواجه هذه التحديات. لو هي ما رجعتش تاني يبقى معناها ان ما كانش فيه حل في ايدك تقدر تعمله عشان تكمل الجوازه دي. وفي الاخر الدنيا ما بتقفش على حد، ولا عليها ولا عليك. انت بس لقيت فيها حاجات انت ممكن تكون ما لقيتهاش قبل كده، فدور على حد يديك نفس الاحتياجات من غير ما يكون عنده رفض، او من غير ما يكون عندكم اصلا في علاقتكم حجم كبير من المشاكل.